فاكر في 2003 لما كنت بتتفرج على التلفزيون ومفيش حاجة مهمة وكانت معروضة جلسة الافتتاح لمجلس الشعب؟ الجلسة دي بتكون جلسة مهمة وبيحضرها كل النواب وبيلقي فيها رئيس الجمهورية كلمة الافتتاح، بس حصلت فيها حاجة كانت مفاجأة لكل الناس، كانت مثال لتأثير الفراشة اللي تراكمت الأحداث وراه لحد بعدها ب8 سنين. قناة برتقان، بنجيب المفيد. الرئيس وهو بيتكلم ابتدى يتلخبط ويقف ويمسح عرقه، وفجأة انقطع البث. عرفنا بعدها انه اغمى عليه، وقع على الارض قدام كل الاعضاء والمجلس انقلب. مساعدين الرئيس شالوه ودخلوا بيه اوضه علشان يعرفوا ايه اللي حصل. دخل مع الرئيس ابنه جمال ووزير الدفاع المشير طنطاوي. وعلينا جميعا ان نتنبه الى اننا لم نعد نملك رفاهيه الوقت في التعامل مع هذه المشكله. هذه المشكله الكبرى التي تهدد كل جهود التنميه المبذوله من الدوله هجن موضوعي صحيح بهدف توظيفها على نحو أمثل حلول قد نضطر إليها تمس الأسس التي قام عليها نظامنا الاجتماعي، وخاصة في مجالات مجانية التعليم والرعاية الصحية. نعد نملك رفاهية الوقت في القومية للسكان خطوة بخطوة. الأخوة والأخوات، من جهودنا نحو التقدم والتطور. تكييف عالي. نجاحنا في تحقيق أهدافنا بإتباع سياسة خارجية طموحة ومتوازنة تحافظ على مصالحنا القومية من خلال إصلاحات القومية، من خلال علاقات القومية، على صلاحنا في مثل هذا اليوم من والناس يقول لك ابونا مات الاعضاء ولاد كلب. السفير مصطفى الفقي بيحكي ان لما الرئيس وقع فجأة لقوا ضباط صاعقة نازلين من السقف بالحبال للقاعة، وبلغوا كل الاعضاء ان مفيش حد فيهم يتحرك وكل واحد مسؤول عن سلامته، لانها كانت ممكن تكون مؤامرة على الرئيس. وانتهى الموقف، بس الاشاعات عن صحة الرئيس وقتها كانت الموضوع الترند في مصر كلها، واحتمالية ان جمال يكون الوريث قريب، وابتدى الموضوع يكبر لحد 2011. طبعا اي حد في سن مبارك وقتها بيكون طبيعي، بس لأن مبارك كان رافض يكون له نائب، فكانت أي أخبار عن صحته بتكون مزعجة بالنسبة للدولة وقتها طبعا، وكانت صحة الرئيس زي سر حربي ممنوع أي حد يتكلم عنها. بعدها سافر الرئيس مبارك للعلاج في لندن من انزلاق غضروفي، وبسبب مقال كتبه إبراهيم عيسى في جريدة الدستور الجديدة عن موضوع صحة الرئيس اتقبض عليه وتقدم للمحاكمة. وقتها مبارك عفى عنه وخرج منها عيسى، وموضوع صحة الرئيس اختفى تماما، وبقى موضوع بيتكلم فيه الناس وهم بيتلفتوا حواليهم لحد بعد 2011 لما ظهر مبارك في المحاكمة وهو على سرير المستشفى جوه القفص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس، عندنا حكايات كتير هتحب تعرفها، وقول لنا في الكومنتات لو حابب نكمل. سلام. قناة برتقان، بنجيب المفيد.